وفي آية كده وقع في قلبي إجابة على سؤال في علم النفس بيتكلم على العلاقات الإنسانية، زي مثلا صلة الرحم وانقطاع صلة الرحم، وما بين الزوج والزوجة، والناس اللي عايزة تتطلق، والناس اللي مش طايقة بعضها، والإخوات اللي مقاطعين نفسهم مقاطعين بعضهم بقالهم سنين. كل ده بسبب إن إحنا بنعمل غلط كبير جدا اسمه إصدار حكم مسبق. يعني إيه إصدار حكم مسبق؟ يعني مثلا البني ادم اللي قدامك اللي اذاك او ظلمك او انت زعلت منه في حاجه، انت بتقعد مع نفسك كده وتقعد تقول اصل هو لو جه واتعاملنا تاني هيحصل منه كذا وكذا وكذا وكذا. ده اللي بيحصل، هو ده اللي بيحصل وده الواقع. فبالتالي انت وقعت في غلط كبير جدا. اولا انت حطيت حكم مسبق، ثانيا انت عملت سيناريو نيجاتيف وبالتالي الريزلت بتاعته هتبقى نيجاتيف. ثالثا بقى انا لقيت آية قرآنية بتتكلم على الكلام ده اللي